بسم الله الرحمن الرحيم. تحية للموقع الإلكتروني اللي معنا اللي باش نعلقوا على دخول الخروف الإسباني بمدينة زايو. كما كتشوفوا من مورانا هذا هو الخروف الإسباني اللي مدعمته الحكومة. هو الآن دخل زايو بعد يعني الاتصالات ديال السيد الباشا اللي كنا يعني نقلنا له الشكوى ديال المواطنين بعد ما شفنا الاربع الفايت على انه ما كاينش الخروف الاسباني. بعد ما تقصينا جبرنا ما كاينش الخروف الاسباني والناس اتصلوا بنا استاءلهم الحال ما شافوش الخروف الاسباني جاوا على قد حالهم. كاين اللي عنده 240,000 في جيبو، كاين اللي عنده 200,000 ما جبروش. تفاجئوا نقلنا الشكوى لسيد الباشا، كان مشكورا دار الاتصالات ديالو ووعدنا بالامر انه غيوقف عليه شخصيا. كنشكروه هنا، كنشكروه ليس مجامله ولكن كنقولوا كما كنتوا تعرفوا. راه قبل كنت كنقول الباشا القادم ارحل بكل صراحه، ولكن الا كان شي باشا كيخدم بهذه الطريقه كنهنيوه وكنقولوا له مزيد من العطاء وكنشكروه. اذا دار الاتصالات ديالو، اتصل بالاخوه داخل العماله داخل كذا، اتصل بهاد المقاولين هما نزلوا الخروف. الان جابوا يسيوا هاد الناس ما زعموش، لان كانت واحد الاشاعه جبرناها حتى داخل حتى عند السيد الباشا كتقول بان الناس اللي كيشيعوا بان هذا الخروف راه لا يجوز وكذا. مالو لا يجوز الاخو؟ واش راه كسميتو ولا مشرك ولا راه خروف بهيمه وهرا؟ الله يهديكم هاد الخرافه. راه الاخوان الجاليه اللي كتعيش في الخارج راه به كتضحي، والاخوه ديال فرخانه به ملي كانوا يشريوه من الليليه كيدخلوا يشريوا هذا اللحم ديالو. الخروف هو مواصفات جيده يعني، والوزن ديالو بين 40 حتى 47 كيلو، وكيواعد على انه دابا جاب غير ديال 240,000 يعني 2400 درهم. قادم الايام غدا ومور غدا غادي يبقى يتواجد هنا مور العصر، غادي يجيب اثمنه توارح في 220,000 على اين. هذا الخروف ديال المسكين اللي كما كنقولوا ما قادش وما كاش استطاعته يضحي وباغي غير يفرح الوليدات. كنقولها نعم، كنأكد على هذه الهضره وراني داير فيها فيديو غادي تنزل. اللي باغي يفرح الوليدات كما كنقولوا ما قادش، لان القربه اللي قاد، فهمت؟ وبدل ما تعطيوه له اللحم شريوه له حولي البوبري باش يفرح وليداته. هذاك الثلث الان اراه ان يكون كبشا بهذا الثمن ويتعطى، فهمت؟ اما القادر المستطيع اللي غادي يدير قربانا لله عز وجل يمشي يشري الحولي اللي قاد عليه. اما هادو راه جايين دوك الفقراء باش يحسوا بفرحه العيد ويتحسوا بواحد البنه للجميع. اذا كنشكروا كل من سهر على توفير الخروف الاسباني داخل زيو، وكنطلبوا منهم يزيدوا يسهروا باش يبقى طيله الايام الى يوم عيد الاضحى يوم الخميس، يعني يوم الاربعاء يبقى هنا حتى المغرب ان شاء الله عز وجل. راه وعدنا المقاول على انه غادي يبقى. وتحيه للاخ الصحفي اللي كيباشر التغطيه، ومزيد من البارطاج باش المساكين والفقراء تعمل الفرحه. وكنقولوا للمحسنين يزيدوا ينفقوا يطلقوا الفلوس الخروف الاسباني بثمن مناسب باش نعيدوا الفقراء. اللي كان قاد يشري حولي ب 7000 درهم يشري 3 ثلث ديال الثمن على 3، واحد الحولي يخليه ليه والجوج يفرقهم الفقراء، فهمت؟ كما كنقولوا انا كنتحمل هذه الفتوى ليوم القيامه من الله عز وجل، لان الغايه والمقصد من هذه القربه هو نخلقوا واحد السعاده وواحد الفرح ونخليوا هذه الشعيره باقيه في امه محمد صلى الله عليه وسلم. لان الاطفال لا يعقل انهم يجلسوا قدام باهم ويبقاو يشموا ريحه الكبده ولا ذاك الجو وهما جالسين، ومن بعد غدا تقول غادي نعطيه اللحم في هذا الوقت ما كيأديش المقصد. الكبش الا كان جالس وسط العائله هو اللي غادي يدير المقصد. وتحيه للجميع وشكرا لمن سهر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.